براين اف كي نادي الجوائز اللي بيفكرك بفطارك مش بالميداليه. في براين اف كي لما اللعيبه بيتعبوا في التمرين والماتشات النادي ما بيقول لهمش جدعين ويديهم كاس يتلمع ويتنسي فوق الرف، لا ده النادي بيقول لهم كل واشبع وافرح وارجع اتمرن تاني. هبسطها لك، تفتكروا الراجل المباراه بياخد ايه؟ كاس ولا ميداليه ولا كوبون خصم؟ عايز اقول لك انه ما بياخدش ولا اي حاجه من دي. راجل المباراه بياخد 100 بيضه، والنادي بياكد ان هم بلدي مش اي كلام، و40 كيس شوفان يعني مش هيفكر في الفطار لمده شهرين، و20 لتر لبن الاطفال نفسهم بيحسدوه عليهم. واللاعب بنفسه قال وهو شايل الجوائز دي انا مش عارف هل انا كسبت ماتش ولا فتحت فرع سوبر ماركت في شنطتي. وخلينا ما ننساش الحارس. مره حارس رجع البيت باربع صواني بيض، مراته شافته على الباب وقالت له هو ايه ده؟ هو انت صديت اهداف ولا كنت في مزرعه فراخ النهارده؟ والاعجب من كل ده مره لاعب خد معزه حقيقيه كجايزه، ايوه زي ما بقول لك كده، ودخل بيها كمان اوضه اللبس. المعزه وقفت مكانها كانها هتسخن قبله، لا وكمان قالت له. اللاعب ضحك وقال شكرا يا حب، بس اعتبر ده تشجيع منك ولا ناويه تاكل الشوفان اللي انا خدته؟ ويوم تاني لاعب خد صندوق فاكهه كامل، كان فيه تفاح وموز وفراوله وكرز. شكله وهو خارج من الملعب كان بالظبط زي بائع متجول رايح السوق. وفي مباراه اخيره اللاعب اللي عمل اسيستين ادوله كرتون الزبادي وكيلو عسل نحل، ولما دخل على زمايله في الاتوبيس قال لهم انا ما كنتش بس بوزع كرات في الملعب، ده انا بوزع كالسيوم كمان. يعني الموضوع مش بس جوائز، دي وجبات متكامله، بروتين والياف وفيتامينات، لا وكمان ابتسامه على وش كل لاعب. والغريب بقى ان اللعيبه مبسوطه بالموضوع ده جدا. باختصار براين اف كي هو النادي الوحيد اللي ممكن تطلع منه هداف الدوري وتفتح عربيه فول الصبح جنب التمرين. وما تنسوش لايك واشتراك للقناه عشان بدعمكم ده نقدر نكمل. مع السلامه.